خطير الإدز خطير الإدز خطير الإدز خطير الإدز خطير طرق العدوى بالتأكيد معلومة لدينا طرق العدوى هذا برا ليك اهو العلاقات الغير مأمونة نصيبك عدو أكيد مضمونة نصيبك عدو أكيد مضمونة نصيبك عدو أكيد مضمونة حصن نفسك وحي عفيف حصن نفسك وحي عفيف ما تتابع الزيف أو عاك الزيف ما تتابع الزيف أو عاك الزيف الإدز خطير الإدز خطير الإدز خطير الإدز خطير الإدز خطير أو على الوسم والتفصيل نقل الدم من شخص مصاب نقل الدم من شخص مصاب لازم نفحصه باستمرار لازم نفحصه باستمرار عشان ما تجيب كل الأمراض عشان ما تجيب كل الأمراض والأمواس 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 البالية قديمة الإدز خطير 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 كويس نحن المجموعة الرابعة مجموعة أمل نقدم لكم سكتش عن الإيدز عن مرض الإيدز متلازمة العوز الغنائي بالجسم. يا الله يا عثمان ده مش وين يا الله الزول ده مش وين يا جماعة لا إله إلا الله عثمان مش وين يا زول عارفين والله. لا إله إلا الله أنت عارف الزول شال من شنو؟ شنو؟ يا زول أنت ما عارف حاجة هوي لا إله إلا الله شاف منك شنو؟ حول ولا قوة إلا بالله يا زول شال من القميص طيب بتاع الكشافة وبكرة أنا طالع عندنا دواء أنا القوم كله من قبل في قومي لا إله إلا الله يا زول هوي أنت ما عارف حاجة هوي يا زول بس ما عارف لا إله إلا أول عويض يا الصحة بارك الله يا بارك بارك الله يا كمان بارك يا أخي لا دقيقة عليك الله أنت ما عارف لا دقيقة والله تنسيتك والله يبيك ماسك يا بارك ما راح ما يا أنت ما شنو يا عثمان شاب قميص معي ما جا ولد شنو؟ عثمان شاب قميص بتاعي ما جا ولد ما في قميص لكن هو الشارع قميص منه عثمان لا إله إلا الله محمد رسول الله أهم معلومة عثمان شارع قميص بتاعك شاب قميصي ولاد لا ما جا ولد أقول لك حاجة؟ ها القميص أنا كيف يعني والله الليلة ثلاثة قمصان يا زول هوي والله الليلة ما أخليه يا زول يقول لك هاي ثلاثة قمصان شفتها وكلهم شو زول نتكلم كيف أخليه كيف يعني قميصين سمنيات وقميص أبيض ده غير العلامات والمودات علامات اليوهاي يا زول كلهم يا زول شفت أنا التطعيم اشتغلنا معاهم العلامة والمنديل كلهم الزول ده بصراحة كده عنده اسمعني الزول ده عنده يا زول يا عنده ايه عندهم لاريا قميصي ما بخليونا أقول لك حاجة تعرف شكلك ما أعرف رئيس ده شفت مرض خطير مسكك بيقتلك سلمت على الزول ده عادي لبس قميصه عادي أكلت معاه عادي القميص برضه والله أقول لك حاجة شفت الزول ده كويس معاك الأول شيء كانت في الرئاسة اي موضوع التنمية يا زول الناس المجتمعين جادين وشغالين لك يا زول بروجيكتور بتاع بيشرحوا وبتاع زول ده فق جاي يخش لك البيات أول ما جا حاجة قال السلام عليكم قال السلام عليكم شفنا موضوع التنمية اتلفت كده ده بشوفك تفضل معك يا زول اسمعني يا زول انا قال القميص ده مرتاح له والله القميص مرتاح له؟ مرتاح له والله مالك يا زول في شنو والله في شنو في شنو يا زول أنا ما يشوفني ده والله يا والله هذا قوي لك يا والله شيء يعني ايوه شيء ما داري هذا شفته يا زول شوف ارجع ارجع الزول ده عنده عمل لك كده
تعمل كده كيف؟ انت غلام طريقكم سما كده دقيقة كده تعالوا اشرح لنا بالراحة واحدة ما اسمها زي كده لازم انت غلام طريق الاتصال الجنسي غير الشرعي الاتصال الجنسي الغير الشرعي اسمها زي اقول لك حاجة والله المعلومة دي سمعتها اتصال الجنسي الغير آمن لأنه ممكن يكون شرعي الرجل المرة مش كده ولا كده برضه نقول انه عشان كده نقول غير آمن اسمع بنطلع بيع طريق انتقال الدم يا جماعة القميص انتقال الدم يا زلمة شوف كمان شنو انا تبي نفسي تقول لك كمان لا والله ما بنتقل عن طريق الدم ما وروكم انتم ما قروكم حاجه زي دي ما كنت اوصل لك للدم وقلت عن طريق الاتصال الجنسي برضه في طريق فطور ثاني ما عندنا كثير هاكم صام ما عليك بيخافوا ما من الأمة الحاملة شنو؟ لجنينا لجنينها ما بنتقل من طريق انت عارف انت كمان قال لك شنو؟ والله مثقف ثقافة اقول لك حاجة دي كمان في 3 مراحل أثناء الحمل وأثناء الولادة وأثناء الرضاعة يا جماعة الأمة الحاملة يا أخي انت تقول لي القميص ده بنقوله ولا ما بنقوله؟ ما بنقول بدل اديني قميص يلا